طبعا هذا علاء المصري كان شنو اسمه بقريك دي في روحها صحيح انا وانا انت شنو يا علاء قول خليه ياخذ بوسه بس خليه. رجل اعمال ليبي بيسيب الاسد بتاعه على عامل مصري وقال ايه بيهزر معاه. ايه القصه وايه التفاصيل بالظبط؟ انا محمد ودي اغرب قصه ممكن تسمعها. بس قبل ما نبدا الكلام يلا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونعمل اشتراك في القناه ونفعل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدا. الرجل اعمال ليبي اسمه عبد الفتاح مقيم في طرابلس، وده طبعا مالك مزرعه كبيره في ليبيا. صور مقطع فيديو وهو بيهزر مع العامل بتاعه اللي شغال معاه من 17 سنه. العامل اسمه علاء وشغال في المزرعه دي من حوالي 17 سنه. في الفيديو بنشوف ان الاسد بيلف حوالين العامل اللي اسمه علاء وعضه من كتفه، وعلاء كان واضح عليه الخوف وكمان